جمعة مبارك عليكم. النهاردة انتخابات نادي الزمالك. الناس ابتدت تروح على النادي من قبل صلاة الجمعة، والحقيقة عدد لا بأس به. احنا وصلنا النهاردة لحوالي 50,000 ناخب وناخبة وصلوا نادي الزمالك وقرروا ان هم يدعموا المرشحين اللي هم عايزينهم في الانتخابات. على الرغم من الموقف في مظاهرات النهارده بتدعم القضيه الفلسطينيه واخواتنا اللي قلوبنا كلها معاهم. بصراحه ما كنتش ناوي اتكلم على اي حاجه تخص نادي الزمالك، لان بصراحه حزين على الاحداث اللي بتحصل في فلسطين، بس واجب عليا ان انا اوصل صوره للناس اللي ما تعرفش اللي بيحصل في نادي الزمالك النهارده وايه اللي تم، ان هم ياخدوا فكره ويعرفوا ايه اللي بيحصل. النهارده كان في ناس كتير موجودة، وكان في ناس كتير موجهة ان هي تروح للنادي تعمل زي كده دعاية لناخبين، على الرغم ان دي فترة الصمت الانتخابي، ودي ان هو المفروض النهاردة اليوم انتخابات، فما يبقاش فيه اي دعاية انتخابية. على الرغم من ده في بعض المرشحين كان ليهم ناس بره بتحاول يعني تعمل كونت مع الناس، يعني تحاول لو حد راح ينتخب فلان، لا استنى انتخب فلان. كانت بتحصل بعض المناوشات طبعا داخل النادي جوه في المكان اللي هم فيه الصناديق الانتخابية، وبعض الناس كانت بتهتف لبعض المرشحين. طبعا احنا على مسافة واحدة من الجميع، ومش حابب انا اقول لكم انا مع مين او مرشح مين، ولكن الفكرة كلها ان القايمة الموحدة اللي بقيادة الكابتن حسين لبيب يعني كانت حتى الان هي مكتسحة حتى الان لحين انتهاء الصناديق الانتخابات. الصناديق قفلت الساعة 7 والساعة 8 بدأ الفرز. في بعض المواقف كده الطريفة اللي حصلت ان طليقة الكابتن فاروق جعفر راحت ودعمت المنافس للكابتن فاروق جعفر اللي هو الكابتن حسين لبيب في الانتخابات النهاردة. كان موجود الكابتن حسن شحاتة وهشام يكن، وكانوا بيدعموا او بيساندوا الكابتن فاروق جعفر. المتخوف طبعا على رغم اكتساح القايمة إلا إن الكابتن أو الأستاذ هاني العتال محقق تقدم كبير جدا على منصب نائب الرئيس، وفي منافسة جديدة جدا مع الكابتن هشام نصر، يعني ولكن الكابتن هشام نصر متقدم عليه، ولكن في منافسة جديدة جدا ووارد يحصل مفاجآت، وممكن يكون كابتن هشام نصر خارج القائمة الموحدة يعني كلها تكسب باستثناء الكابتن هشام نصر، ويكون مكانه الأستاذ هاني العتال. طبعا القايمة الموحدة لما هتكسب غير لما يكون في حد خارج القايمة. طبعا ده بيفرق مع بعض الناس او بعض الناس اللي هم القايمة الموحدة، ان لما يبقوا كلهم مع بعض غير لما يكون حد مش كان معاهم من الاول ويخش عليهم، فطبعا دي عاملة تخوف لمعظم او بقية القايمة يعني. باستثناء ذلك كان في برضو بعض الاعتراضات من المحامي او المستشار عمر هريدي على بعض التصرفات داخل اللجنة، وكان عاوز يقدم طعون، معرفش هو قدم ولا لأ. نتمنى انتخابات تنتهي على خير وبسلام وبأمان، وان احنا نشوف مجلس منتخب لنادي الزمالك، عشان لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة. واتمنى ان كل الناس اللي بتحب نادي الزمالك ما يحصلش اي مشاكل او طعون ايا كان المجلس اللي هيجي. عايزين نشوف مجلس مستقر. عندنا مشاكل كتير جدا، مشاكل في القيد، مشاكل في الصفقات، مشاكل في التجديد مع اللعيبة، مشاكل كتير جدا. احنا مش عارفين يعني المجلس الله يكون في عون المجلس اللي هيجي بمناسبة التركة اللي عنده دي، ومعرفش هيتعامل معاها ازاي وهيتعرفش فالموضوع صعب يا جماعة، مش حاجة ان الناس يعني تبقى فخورة وهي بتتنافس عليها، لان المشاكل اللي هتواجههم كبيرة جدا. اتمنى ان الناس اللي ما فازتش تدعم الناس اللي فازت في مصلحة نادي الزمالك، ما يكونش فيه اي طعون، ما يكونش فيه اي قضايا، ما يكونش فيه اي محاكم، عشان استقرار نادي الزمالك. بكرة مباراة سموحة، نتمنى ان المباراة ما تتأثرش بنتيجة الانتخابات النهاردة ومين كسب ومين خسر. واتمنى طبعا التوفيق نتمنى التوفيق لنادي الزمالك بكرة ويفوز بكرة على سموحة، وان شاء الله ربنا ينصر اخواتنا في غزة ويعينهم على المصيبة اللي هم فيها، وربنا يا رب يثبتهم ويكون في تحركات من الدول العربية لنصرتهم بإذن الله.